السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي الصف الرابع الابتدائي، عندنا النهارده درس سهل وسريع، راوندنج نمبر اللي هو التقريب. طب هو هنا مديني ايه؟ سؤال how to round to the nearest thousand. هو عايزك تعمل راوند للرقم ده 2181. ايه عايزك تقربه ايه لأقرب حاجة ايه to الثاوزند اللي هو الألف. طيب احنا عندنا طريقتين. أول طريقة اللي هي طريقة الميد بوينت. طب يعني ايه طريقة الميد بوينت؟ هو انا عندي هنا الرقم الثاوزند اللي هو القيمة بتاعته كام؟ اللي هو التو. طيب التو دي يا اما هتفضل زي ما هي يا اما تتقرب على الرقم اللي ايه اللي بعده. يعني التو يعني هي تبقى 2000 يا 3000. تمام. طيب الميد بوينت المنتصف بتاعها ايه؟ اللي هو ايه 2500. ده النص بتاعها. طيب دلوقتي احنا عاملين ايه زي نمبر لاين كده. طيب هو مديني كام؟ 2181 اللي هو ده. هو الرقم ده قبل 2005 ولا بعد؟ قبل الميد بوينت ولا بعد؟ لا قبل، اقل. خلاص يبقى انا هنا هقرب للايه لل 2000. هقرب لل 2000 ليه؟ لان عندك الرقم اللي هو جايبهولك اقل من الميد بوينت. كده احنا فهمنا اول طريقه وسهله. يبقى احنا بنعمل نمبر لاين، بنشوف الرقم اللي احنا هنقربه اللي هو اللي مثلا هنا قايل لك 1000، يبقى 2000 وعندك 3000. عندك هنجيب الميد بوينت ما بينهم ونحط الرقم اللي هو مديهولنا. لو فوق الميد بوينت يبقى نقرب لفوق، لو اقل من الميد بوينت هنعمل تقريب لتحت. كده احنا ايه خلصنا اول طريقه. طيب احنا عندنا ايه تاني طريقه؟ بليس فاليو استراتيجي، اللي هو انت يعني بتشوف الرقم اللي على يمين اللي هتقربه وبتقرب يا اما لفوق يا اما لتحت. طيب اول حاجه انت عندك ايه؟ بيقول لك شوف رقم الثاوزند كام، اللي هو ايه اللي هو التو. طيب الرقم اللي على يمينه الكام؟ اللي هو الوان. طيب انت عندك هنا بقى تالت خطوه، بيقول لك شوف الرقم ده اللي هو الرقم ايه اللي جنب التو، اللي جنب الثاوزند على طول اللي انت هتقربه. لو اكبر من الخمسة يبقى هنقرب ايه لفوق. طب لو اقل من الخمسة نقرب لتحت. طب هو عندنا كام؟ ده 1، يبقى احنا هنقرب ايه لتحت، هتبقى ايه 2000. انا كده ايه بسطت لكم الفكره وسهلتها بحيث ان احنا ايه نبقى عارفين. انا شرحت لكم طريقتين، طريقه الميد بوينت وطريقه ايه البليس فاليو استراتيجي.